في فيديو النهاردة. لو نفسك تتعلمي كروشيه بس خايفة يكون صعب أو مش عارفة تبتدي منين، اطمني، الفيديو ده مخصص تماما للمبتدئين. في الكام دقيقة الجايين هنحاول شوية خيوط لشغل حقيقي بإيدينا. الكروشيه مش بس حرفة، ده نشاط مريح جدا للأعصاب وممتع. تخيلي إنك تقدري تعملي لنفسك سكارف أو شنطة أو حتى دمية صغيرة لأطفالك بخيوط بسيطة. في الفيديو ده هشيل عنك الرهبة دي وهنمشي خطوة بخطوة. وقبل ما أقولك جهزي خيطك وإبرتك، في حاجات بسيطة لازم نعرفها علشان نبتدي صح. وفي نهاية الفيديو هتعملي أول سطر كروشيه بإيدك خطوة بخطوة ومن غير تعيد. يلا بينا. الكروشيه بيحتاج أدوات بسيطة جدا: خيط وإبرة كروشيه. ابدأي بخيط متوسط السمك ولونه فاتح زي الأبيض أو البيج، لأن الخيوط الغامقة زي الأسود أو الكحلي هتتعب عينك ومش هتشوف الغرز بوضوح. يفضل خيوط القطن أو الأكريليك ميكس صوف على قطن زي كوتون جولد المعروف. بالنسبة للإبرة، دايما هتلاقي المقاس المناسب مكتوب على ملصق الخيط. شوفي الرقم المكتوب هنا، ده هو مقاس الإبر المناسب، فامشي عليه من البداية. شوفي كده المثال ده، فين الغلط؟ لما استخدمت إبرة صغيرة مع خيط سميك، النتيجة شغل مشدود وقاسي وصعب تدخلي فيه الإبرة. وهنا استخدمت إبرة كبيرة جدا، النتيجة فراغات واسعة وشغل مهلهل. التوازن هو السر، فدايما اختاري حاجة مريحة ومتوازنة. بالنسبة لمسكة الإبرة، في اللي بيفضل يمسكها زي القلم، وفي اللي بيفضل يمسكها زي السكينة. شوفي المسكة اللي تريحك، المهم ايدك ما تتعبش وتقدري تتحكمي في الشغل كويس ايا كانت الصورة اللي هتمسكي بيها الإبرة. نبدأ بسم الله. دي اسمها عقدة البداية اللي هنبدأ بيها. نعملها ازاي؟ لف الخيط حوالين صباعك، اسحبي حلقة، المهم هنا العقدة تبقى مرنة بتتحرك بسهولة على الإبرة. لو مشدودة قوي هتتعبك، ولو واسعة قوي هتفلت منك، فخليها في النص. دلوقتي هنعمل الأساس، غرزة السلسلة. لف على الإبرة ونسحب الخيط من الحلقة، لف على الإبرة ونسحب الخيط من الحلقة، ونكرر، لف على الإبرة ونسحب الخيط من الحلقة. بصي على شكل الغرزة هتلاقيها زي حرف الفي، ده الشكل الصح. وخلي بالك من شد الخيط، لا مشدود قوي ولا سايب زيادة، التوازن هنا مهم جدا.
دلوقتي هنبدأ أول غرزة فعلية، وهي غرزة الحشو، ودي أهم غرزة للمبتدئين لأنها بتعلمك التحكم في الإيد والغرز. يلا نعمل غرزة الحشو سوا. بس قبل ما نعملها هنزود غرزة زيادة وهتعرفي ليه بعدين. ندخل الإبرة في السلسلة في الغرزة اللي بعد الغرزة الزيادة، يعني في الغرزة التانية. نسحب الخيط، بقى عندنا حلقتين على الإبرة. نسحب الخيط مرة تانية ونطلع من الحلقتين، وبس هي دي غرزة الحشو. خلينا نكرر. ندخل الإبرة في السلسلة، نسحب الخيط، نسحب الخيط مرة تانية ونطلع من الحلقتين تاني. ندخل، نسحب حلقتين، نسحب تاني، نخلص الغرزة. حاولي تخلي كل غرزة شبه اللي قبلها علشان السطر يطلع متساوي، وخدي وقتك. لو الشغل بيشد منك وسعي شوية، لو واسع زيادة شد الخيط بسيط. بكده انتي عملتي اول سطر كروشيه. ممكن يطلع مش مثالي وده طبيعي جدا. اهم حاجة تتمرني وشوفي الخطوات اللي عملتها دي مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما تقدري تعمليه لوحدك. هتلاحظي ان ايدك بدأت تتعود. في الفيديو الجاي هنعمل غرزة تانية من الغرز الأساسية في تعليم الكروشيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.